اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حلالة في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة وسلامة يا رب العالمين. عاملين ايه أحلى عيلة في الدنيا؟ شكرا من كل قلبي والله العظيم لكل من دخل وكتب كلمة حلوة. شكرا من كل اللي دخل جديد عندي. ربنا يكبر بخاطركم ويكبر يا رب وراضيكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول رجب. معلش الفيديو متأخر بس هنعمل ايه. يلا شوف احنا عملنا ايه مع بعض في المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوف الجلاش معانا. الصراحة جايباه اساسا نعمله ايه حلويات وكده، فسيبته في الفريزر اتهرس الصراحة لانه ما كانش، كنت جايباه سايب من السوق تقريبا، وريتهولكوا يعني وانا جايباه. فايه فهقطعه كلكم. فالصراحة هو عايز يعني مش عايز لا سكينة ولا مقص اهو. لسه شفت الكنافة اما بنهرسها كده اهو، انه مش تخين قوي يعني ايه بقيت عامة. هقطعه كلته واحطه في طبق وارجع تاني اشوف هنعمل فيه ايه. حطيته في البتاع ديت، في الصينيه ديت، وحطيت عليه زيت او سمنه، الحاجه اللي انتوا ايه حابين تحطوها عليه، وقلبته كويس قوي اهو. بسم الله. معانا الحشوه بقى بتاعنا. معايا طماطم، كان في جلاش. انا بدور في التلاجة مش لاقي حاجه، مش لاقي حاجه اصلا طالعه من التلاجة. ده بقاله زمان عندنا فقطعته. فلفل الوان احمر واخضر، وعندي حته جبنه. بسم الله. حطيت شويه زيت في ايه. بسم الله. ازازه الزيت ببقى افضي منها في الازازه الصغيره ديت خلصت، فبفضي بالازازه دي. بفضي بقى بما ان ايه حاجه واسعه. كفايه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلاوتها بقى لايه، لا هنفرش لا بنعجن ولا بنفرد ولا بنعمل ورقه ورقه. احط نص الخليط شكلي كده، احطه في حاجه صغيره. نقلته في ايه. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت البتاع واسع عليه قوي، لان ده كان ايه نص كيلو بس. حطيته في ايه في الوعي، بس لازم ايه تقيسه قوي كده. حطيته بزيته بحاله. معانا الحشو بقى اللي معانا، اي حشو عندي. نقول لحمه، فراخ، خضروات، بس بسطرمه، سجق، لانشون. كان عندي لانشون اهو. الزيتون اللي انا كنت جايباه من السوق، بس انا اللي خليته بالسكينه كده وقطعته. هشتري وانا عندي طماطم، مش هكتر طماطم، كفايه. فلفل الوان وفلفل اخضر. في جبن بقى نحط اي انواع الجبن بقى. فعندي جبنه اهيت لسه على بعضها كده، وايه احطها. يا تعرفيش بقى فطير شرقي بقى، جلاش، بيتزا، يا شامله كل حاجه. اهو بسوي كله كده.
كان عندي حته لحمه في التلاجة، طلعت سخنتها، كانت ايه متعصجه، احطها. يبقى انا كده ايه مش حرماهم من حاجه. كده عملت الجبنه اهو عليها كلها كده، فردتها كلها. عندي حته لحمه في التلاجة، طلعت سخنتها، سخسختها بس كده على البوتاجاز، كانت متعصجه يعني، حته صغيره ما يهمش، مش هحط كتير. يبقى انا عشان ايه يبقى وجبه كامله متكامله من كل حاجه، من جبن ولحوم وخضروات اهو. بواقي التلاجة طبعا ما عادش في بواقي في التلاجة اصلا، يعني من الغلا اللي احنا فيه بنجيب الحاجه على القد ويا ريتها بتقضي، ما عادش في باقي. يعني بفتح التلاجة لقيتها فاضيه، كنت بقولها افضيها من الحاجات اللي فيها لقيتها فاضيه اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط نص جلاش التاني بقى اهو. طبعا تحط جبن، عندي جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه ميكس، جبنه كريم، اي جبنه حطيها عادي مش هتقول لا. هي حلاوتها بالجبن اصلا. يعني انا عملتها كم مره قبل كده، صورتها معاكم مره او اتنين قبل كده، وفي مرات ما صورتهاش، بتطلع جميله قوي برضه. ان حلاوتها في ايه، فبنعملها على طول خفيفه، وتنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء. صراحه انا بعملها للغدا، كالبيتزا، البيتزا بالظبط، او كالفطيره. هي شامله ده وده صراحه، فطير، بيتزا، جلاش باللحمه، بس عليها خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. كان عندي لبن لبن حليب، كنت غليه، بعمل منه العيد يعني، فاض منه شويه دول، احط عليهم شويه ملح، فلفل اسمر، فلفل اسمر حط عشان البيضه دي، احط بيضه واقلبهم كويس قوي، واحطهم على وش ولبن ولحمه وخضروات وجبن. يعني هي ما شاء الله ما شاء الله، كالسيوم وبروتين وكل حاجه. هسيب بقى بها. بسم الله الرحمن الرحيم. على الوش بقى عندي جبنه موتزاريلا، كنت احطها في الوسط بس قلت لا يلا احطها على الوش كده اهو. احطها في الفرن بقى، نشوف هتاخد قد ايه ونطلعها نشوفها سوا، نقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا جميل، جميله 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 والله العظيم، يعني ريحه وطعم ولون، يعني ما شاء الله، اللهم بارك. فيها كل حاجه، فيها جبن، انا حاطه فيها جبنه قريش، ما رضيتش اقول ساعتها وانا بعملها عشان كان ابني اللي بصور الجبنه بياكلش جبنه قريش، فحطيت جبنه قريش، هرستها جامد كده، قمت تاني حطاها في الوسط مع الفلفل ومع اللحمه ومع اللانشون، وكل الحاجه اللي انتوا شفتوها دي طعمها جامد جدا، والزيتون. لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك، وشكرا لكل من دخل جديد، وشكرا لمن كل قال كلمه حلوه وكتب تعليق جميل. شكرا 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 بجد، تسلموا لي احلى عيله في الدنيا. كانت سخنه لسه وطعمها جميل جميل، هي بتاكلش على فكره الا سخنه، بتعرفش بقى فطيره، جلاشه، جلاش، بيتزا. مع السلامه يا احلى عيله في الدنيا، اشوفكم على خير باذن الله.